السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي المتابعين في كل مكان. معاكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح، وأنا هبتدي معاكم سلسلة جديدة كده بجانب اللي احنا شغالين فيه. احنا شغالين بنقدم مهارات، بنقدم نقط عالمية، ترتيب عالمي، أخبار تنس الطاولة. بستفيد منكم وبتعلم من تعليقاتكم. إنما أنا هبتدي محتوى جميل جدا للناس اللي هي وزنها تقيل زي حالاتي كده. احنا عايزين نخس وعايزين نهتم بصحتنا، ونتكلم في اعماق تنس الطاوله، الحركه والبدني والفتنس ودقات القلب، وازاي احافظ على التغذيه السليمه اثناء المباريات. فانا يعني دي مقدمه كده، الحلقه الاولى دي مقدمه ان انا عايز تشجيعكم عشان نبتدي في السلسله دي اللي احنا هنبتدي فيها دي. وطبعا هتبقى كل اسبوع حلقه، والحلقه دي هتتضمن هنتكلم ازاي نخس، ومش هحرمك من حاجه، يعني هخليك تاكل برضه. ويعني في ناس خدعوك فقالوا ان انت عشان تخس لازم ان انت تحرم نفسك وتبقى بقى تاكل كميات اقل وتحس بالجوع. لا 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 لا، انا هنشتغل على مبدأ اديها ما تحرمهاش، من الاخر كده. اديها ما تحرمهاش، بس اكل صحي وما تحرمش نفسك من حاجه، وان انت ازاي تاكل اكل صحي وتخس في نفس الوقت. طبعا لان احنا في الرواد، الناس الرواد اللي هم بيلعبوا تنس الطاوله يعني، وفي مش رواد برضو بيبقى وزنهم مليان وتقيل وكده ومش قادرين يتحركوا على الطاوله، وفي ناس تتعب جامد، وفي ناس تحس ان هي رفيعه وجسمها كويس متناسق، وتلاقي عنده مشاكل، عنده كوليسترول عالي، وعنده دهون على القلب، وعنده كبد دهني، وعنده حاجات. يعني انا باذن الله، يعني بمشيئه الله، انا همشي معاكم واحده واحده. انا كنت واخد دوره تغذيه كده، ويعني بسيطه كده، وبالاطلاع على شويه معارف. يعني مش هقول ان انا خبير تغذيه، لكن انا هنمشي واحده واحده مع الساده الرواد، ازاي ننزل وزننا، ازاي نلعب تمرينات فتنس، ازاي نعلي الفتنس والحركه بتاعتنا والنفس بتاعنا لخدمه لعبتنا تنس طاوله، لخدمه انفسنا طبعا. وطبعا المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. يعني انت ما ينفعش تبقى انسان رياضي ووزنك مليان كده. يعني احنا دايما انا والكابتن حمدي ساعات نبقى واحنا بنسخن نتعب، نروح بطوله في ارهاق، الارهاق، مخزون الارهاق كان عالي، فما تعرفش تطلع لعبك. وده حصل، لسه حاصل قريب معانا في الدوري يعني. فاحنا يعني لازم انت برضو يبقى عندك مخزون فتنس كويس ومخزون بدني كويس. انا هطبق على نفسي وامشي معاكم واحده واحده، واللي عايز يبتدي معايا هنبتدي واحده واحده. الحلقه اللي جايه هنحسب السعرات اللي جسمك محتاجها، وهنتكلم في الهرم الغذائي بصفه عامه، وهنتكلم مش في اكذوبه اسمها الوزن المثالي. لا، مفيش حاجه اسمها الوزن المثالي. في حاجه اسمها الكتله العضليه، نسبه الدهون في الجسم، نسبه ان انت تلاقي لبس يكون مناسب لجسمك، يكون رياضي، ان انت يبقى جسمك متناسق. انما مفيش حاجه اسمها الوزن المثالي. في ناس ياما وزنهم مثالي وعندهم امراض الدنيا والاخره، تعبانين. مش قصه الوزن المثالي. فان شاء الله انا هعمل فيديو كل اسبوع في البرنامج بتاعنا اديها ما تحرمهاش، ولازم تخس عشان تبقى لعيب تنس طاوله جامد جدا. ومساكم بينج بونج.